يا ميت أهلا وميت سهلة ويا ميت مرحبا بكل الحبايب وبكل الأبطال اللي عم بيتابعونا وعيونهم دايما عم بتفتش على السر اللي مخبى ورا الستارة، بعيدا عن صريخ المدرجات وعن أضواء الكاميرات اللي بتلحق النجوم والهدافين. معكم خيكم ومحبكم وسام حداد. واليوم يا جماعة مجهز لكم قصة مش عادية، قصة رح تخليكم تشوفوا نجاحات المنتخب الجزائري بعيون تاني خالص، عيون تقنية ومجرد من العواطف بس مليانة ذكاء. اليوم مش رح نحكي عن بو نجاح ولا عن بو البينة ولا حتى عن سحر عمورة. اليوم بدنا نغوص بغرفة العمليات السرية لنحكي عن العقل المدبر، عن الزلم اللي بيشتغل بصمت القبور وبيرسم كل حركة وتكتيك بمشرط الجراح وهو قاعد بالظل بعيد عن الفلاشات والمانشتات. خلونا نحكي عن السويسري الإيطالي دافيدي موراندي، هيدا الزلمة اللي صار اليوم كلمة السر والمحرك الخفي بكتيبة فلاديمير بيتكوفيتش. يا جماعة القصة بتبلش من هوية هيدا الزلمة اللي بيجمع بدمه وشخصيته أحلى وأخطر ما في الكرة الأوروبية، الانضباط السويسري الحديدي اللي بيمشي على التكة وما بيمزح أبدا، والخبص الكروي الإيطالي اللي بيجري بعروقه مثل النار، هيديك الفربكة التكتيكية اللي بتعرف كيف تقتل الماتش وتخنق الخصم. دافيدي اللي خلق ب 8 أيار 1965، يعني اليوم صار بقمة نضجه الكروي ب 58 سنة، هو زلمة شبعان كورة وتجارب آسيا، بس مش من نوع التجارب الناعمة بالأندية المليارديرة. لا يا خيي، هيدا ابن الملاعب الصعبة والبطولات السويسرية اللي بتعلمك كيف تبني فريق من اللا شيء وكيف تحترم كل تمريرة وكل رمية تماس. بلش مشواره التدريبي بموسم 96-97، ومن هيديك اللحظة وهو عم يحفر بالصخر، مساعد مدرب هون ومدرب رئيسي هناك، بطلعات ونزلات بتكسر الظهر. بس دافيدي كان عنده قوة داخلية بتخليه دايما يوقف على أجريه ويشوف اللي غيره ما بيشوفه. بتعرفوا شو اللي بيخلي هيدا الزلمة يكون عنده هالإصرار وهالدقة اللي بتخوف؟ خلونا نرجع لورا لطفولة بئيسة عاشها بفقر مقدع بضواحي سويسرا وإيطاليا. دافيدي كان حلمه بجهة والواقع بجهة تاني خالص. كان بده يكون محامي، كان بده يلبس روب المحاماة ويوقف بالمحاكم ليدافع عن الناس المظلومين ويجيب حقهم بلسانه الفصيح وقوة حجته. بس يا والي على الفقر شو بيعمل بالأحلام الكبيرة. أهله اللي كانوا عم يركضوا ورا لقمة العيش بصعوبة ما قدروا يوفروا له المال اللازم ليسجل بالجامعة ويخلص تخصص حقوق. تخيلوا حجم الغصة بقلب شاب طموح عم بيشوف مستقبله عم بيطير لأنه جيبته فاضية. بس دافيدي ما استسلم للقدر، أخذ روح المحامي ونقلها على ملعب الكورة، وصار اليوم هو محامي الدفاع الجزائري والمطالب بحقوق الخضرة التكتيكية بكل شبر بالملعب، بدافع عن منطقة الجزاء كأن قضيته الشخصية بالمحكمة. وعندكم هيدي القصة اللي بتلخص فلسفته بالحياة، قصة بتشبه أفلام النيورياليزم الإيطالية الكلاسيكية، وتحديدا فيلم سارق الدراجة. بتعرفوا إنه دافيدي وبفترة شبابه وهو عم بيحاول يشق طريقه بكل عذاب، جمع ليرة فوق ليرة واشترى دراجة سكوتر صغيرة من شقة عمره ليقدر يروح على شغله ويساعد أهله. بس يدلي انسرق منه السكوتر بأول يوم عمل. تخيلوا هيدا الشاب الفقير اللي نطر شهور ليشتري دراجة عيله وتنسرق منه بلحظة غدر. هيدي الحادثة هي اللي صقلت معدنه القاسي، هي اللي خلته يعرف إنه العالم ما بيرحم الغافلين، وإنه اللي بدك إياه لازم تقاتل لتاخده ولازم تحميه برموش عيونك. وهيدا بالضبط اللي عم يزرعوا اليوم بلاعبي الجزائر. يا محاربين، ما تتركوا ولا ثغرة صغيرة للخصم يسرق منكم عرقكم ولا يسرق منكم الفوز بالملعب، لأنه الغلطة بلحظة بتضيع تعب سنين. المثير للدهشة والمبهر بمسيرة موراندي إنه قبل ما يوصل على العارضة الفنية لمحاربي الصحراء بربيع 2024 كان عم بيمر بمرحلة بطالة كروية قاسية ومحبطة من سنة 2021 لما خلص مهمته مع نادي كريانس السويسري بالدرجة الثانية. وبتعرفوا شو كان عم يشتغل ليأمن لقمة عيشه وعيش عيلته وأولاده الثلاثة اللي كمان عم بيمارسوا الكورة؟ كان قاعد بمكتب بمدينة زيورخ السويسرية، لابس بدلة وربطة عنق وعم يشتغل مستشار تأمين. تخيلوا يا جماعة، هيدا العقل اللي عم بيفكك شفرة أقوى دفاعات أفريقيا اليوم كان عم بيبيع بوالص تأمين ويحلل مخاطر الحوادث والحرائق. بس هيدي الخبرة بالذات، خبرة تقييم المخاطر risk assessment، هي اللي خلته يكون اليوم رادار بشري بالملاعب الكورة. هو بيفكر بالخطر اللي ممكن يشكله الخصم قبل ما الخصم نفسه يفكر فيه، هو بيأمن على نتيجة الماتش تكتيكيا قبل ما تبدأ الصافرة. موراندي مش بس مساعد مدرب عادي،
هو العين التاني لبيتكوفيتش اللي ما بتنام أبداً. هيدا أول عمل لإله مع المنتخبات الوطنية، بس خبرته مع الأندية السويسرية وتحديداً لوغانو هي اللي عملت الفرق النوعي بالمنتخب. بتعرفوا إنه موراندي هو اللي شهد على انفجار موهبة محمد الأمين عمورة بلوغانو، هو اللي بيعرف شو يعني مفاتيح شخصية اللاعب الجزائري وكيف بيفكر، بيعرف شو يعني النيف، وبيعرف كيف يستخرج الجرينتا من قلب اللعيبة، لأنه هو أصلاً مقاتل بالحياة. بالتدريبات موراندي دافيد هو الشخص اللي ما بيفارق النوت بوك إيده، كأنه عم يكتب مرافعة قانونية نهائية، بدقق بكل شيء، زاوية التمرير، سرعة الارتداد الدفاعي، وحركة اللاعب بلا كورة اللي هي أصعب شيء بالفوتبول الحديث. وبالماتشات هون بتبلش المعجزة الحقيقية. موراندي بيتحول لجاسوس تكتيكي قاعد على الدكة، عيونه عم ترصد كل ثغرة عند الخصم كأنه عم بيشوف الماتش بالأشعة السينية. بتتذكروا بماتش موزمبيق بالتصفيات اللي خلص 5-1، موراندي هو اللي لقط بذكاء خارق إنه وسط ملعب الخصم بلج يهتري ويفقد التركيز تماما بالشوط الثاني، وهمس بإذن بيتكوفيتش هلأ وقت الضغط الهجومي الكاسح، النص عندهم صار شوارع وفاضي. وفعلا انفجرت الجزائر أهداف وسحقت الخصم بفضل هالملاحظة. تأثيره صار واضح مثل شمس بيروت بعز الصيف. من وقت ما استلم مع بيتكوفيتش شفنا منتخب جزائري عنده مرونة تكتيكية بتخوف، منلعب ضغط عالي مدروس، ومنعمل تحولات سريعة بتبهر العين، ومنسكر الدفاع بقفل ومفتاح. هيدا السويسري الإيطالي هو اللي عم يعطي المعلومة الملموسة اللي بتخلي بيتكوفيتش ياخد قرار التبدير أو تغيير الخطة وهو مرتاح وواثق 100%. أنا وسام حداد، وبصفتي متابع لكل تفصيل وتكة بالمنتخبات العربية بقلكم يا جمهور الجزائر افرحوا واطمئنوا بوجود هيك عقل جبار بجهازكم الفني، لأنه موراندي دافيد مش بس موظف بيقبض راتب، هو شريك بالحلم، زلمة جاي من قلب المعاناة، من قصة سارق السكوتر لسارق الانتصارات من قلب القارة السمراء بذكائه. هو اللي عم يرسم طريق الجزائر للمونديال بصمت واحترافية بتندرس بكتب الفوتبول المتطور. هيدا الزلم اللي انحرم يكون محامي بالمحكمة بسبب الفقر، صار اليوم هو المحامي اللي بيدافع عن أحلام ملايين الجزائريين بالوصول للقمة. خلوكم متذكرين هيدا الاسم منيح، دافيدي موراندي، لأنه هيدا الزلمة هو اللي عم بيحول الوجع اللي عاشه بحياته لإبداع تكتيكي عم بيفرح قلوب المحاربين بكاس أفريقيا وتصفيات المونديال. وراء كل مدرب ناجح مثل بيتكوفيتش لازم يكون في عين ثاقبة وعقل بارد مثل موراندي. هيدا السويسري اللي كان مستشار تأمين صار اليوم هو بوليصة التأمين لنجاح الكرة الجزائرية. كان معكم خيكم وسام حداد، والقلب دايما خضرة، وإلنا لقاءات تانية لنكشف لكم أكثر عن أسرار الكواليس اللي عم ترسم طريق النجم الثالثة. تحيا الجزائر، والله يحمي هالمجموعة المخلصة اللي عم تشتغل بضمير وبعيد عن الضجيج.